صاحبة المطعم دي كانت طالعة من المطعم بتاعها بتجري وبتصرخ وتقول امسكوا حرامي امسكوا حرامي. وفعلا كان في شاب بيجري وهي بتجري وراه. وقفوا جنب بنت كانت قاعدة على الرصيف بتاكل. فالست بتقوله مش هسيبك الا لما تدفع الحساب او تروح معايا اسم الشرطة. فالبنت قامت وسألتها هو عمل ايه؟ قالت لها اكل ما دفعش الحساب. فالبنت بصت له كده وشافت حاله شكله مسكين مش معاه فلوس. فالبنت طلعت كيس من جيبها كان فيه شويه فكه وشويه فلوس فلسه هتطلع منهم وتعد علشان تحاسبها. فالست قالت لها اذا كنت انت هتحاسبي له هاتي الفلوس كده ببركتها وانا راضيه باي حاجه تيجي منه. واخدت منها الفلوس ومشيت. هنا الولد شكرها وقال لها معلش حقك عليا انا كنت جعان جدا وما كنتش عارف اتصرف ولا اعمل ايه. قالت له معلش الناس لبعضها. فشكرها ومشي. كان في واحد واقف من بعيد وشاف الموقف ده. لسه الولد هيمشي فوقفه. قال له بقول لك ايه انا شفت كل اللي حصل. خد الفلوس دي وابدأ بيها مشروع جديد. فالولد اخد منه الفلوس وشكر ومشي. لسه هيروح للبنت علشان يشكرها على اللي هي عملته. لقاها بتتكلم في التليفون. والدتها بتكلمها بتسألها انت مش جاية على العيد؟ قالت لها لا يا ماما معلش اصل انا عندي شغل كتير. بابا عامل ايه جمعتي فلوس العملية؟ فوالدتها قالت لها لا مش عارفين نجمع الفلوس. فالبنت ردت عليها وقالت لها خلاص انا السنة دي مش هروح الجامعة علشان نوفر فلوس الدراسة لمصاريف بابايا. وما تقلقيش يا ماما انا هشتغل ليل ونهار عشان نقدر نجمع فلوس العملية لبابا. وقفلت معاها وهي قاعدة تفكر ومش عارفة هتعمل ايه. فهنا الراجل سمع المكالمة فراح لحد عندها وطلب منها طلب. قال لها لو سمحتي انا جعان جدا ممكن تديني الاكل اللي معاكي؟ قالت له طبعا اتفضل الاكل ده انا اكلت خلاص. قال لها معاكي فلوس تشتري غيره؟ قالت له مش مشكلة الناس لبعضها وانا خلاص اكلت وشبعت ولا يهمك اتفضل كل. في الوقت ده السكرتير بتاعه جه وقال له سيادة الريس كلنا منتظرينك في الاجتماع وحضرتك اتأخرت. قال له طيب انا جاي حالا وراك. هنا طلع من جيبه فلوس كتير جدا وقال للبنت انا لسه كنت هقعد اتكلم معاكي واعرف ظروفك بس للاسف عندي مواعيد. اقبلي مني الفلوس دي وادفعيها مصاريف علاج لوالدك انا سمعت المكالمة. انت بنت جدعة وبتحب تساعدي الناس. ورغم ان الفلوس اللي في جيبك كانت اخر فلوس معاكي وانت محتاجاها لكن اتبرعت بيهم للولد وكمان اخر لقمة معاكي قررت انك تدهاني وتساعديني بيها. هنا واجب علينا كلنا نقف جنبك ونساعدك. فالبنت قالت له بس حضرتك ما تعرفنيش وانا لازم ارد لك الفلوس دي. قال لها لو عايزه تردي لي الفلوس دي بجد بعد ما تتخرجي وتمسكي شغل كويس لو شفتي حد محتاج ساعديه وبكده انت رديتي لي الفلوس. فعلا العبد في التفكير والرب في التدبير. ساعد غيرك وقف جنبه ربنا هيبعت لك اللي يساعدك ويقف جنبك وقت ما تحتاج. صلوا على النبي في التعليقات.